السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض كده وصفة حلوة قوي للرز. بجد بيبقى طعمه حلو قوي مع الوجبات السريعة زي الكنتاكي، الفراخ الكريسبي، الحاجات دي. بجد طبق الرز بتاعنا ده بيبقى طعمه تحفة جدا معاه. شكله بيبقى حلو قوي في سفرتي لو انا عندي عزومه مع طبق الرز العادي او الاكل العادي. عموما يعني ان هو بيجمل سفرتي قوي بالاكل. وهي خلطه الرز دي، بجد الخلطه دي بتجيبها من اي هايبر او اي سوبر ماركت. بيبيع حاجات التوابل والحاجات دي. الخلطه دي بتاعت طعمها طعم اللحمه او بطعم الفراخ. هي طبعا ما بتبقاش واخده طعم اللحمه قوي، بس بتدي طعم تحفه في الرز بتاعي. بتبقى طعم الرز بتاعي كده عامل زي الرز الريزو، عامل زي الاكل الرز بتاع بره. بجد بيبقى طعمه تحفه. طبعا انا هنا مش هكتر معاكم، بس قبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. طبعا انا هنا معايا كوبايتين من الرز، ومعايا الخلطه بتاعتي، ومش هنزود لها الا الملح والميه بتاعتنا. بس قبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. طبعا انا معايا الحله بتاعتي حاطه فيها الماده الدهنيه بتاعتي. هنزل عليها كده بالرز بتاعي. طبعا انت ممكن تحطي الكميه اللي انت عايزاها للرز، كوبايه كوبايتين. طبعا كل ما تبقى التتبيله باينه اكتر كل ما بتبقى احسن. انا هنا التتبيله اهي. في ناس بتضيف معاها مرقه دجاج، بس هي بجد مش محتاجه خالص الحاجات دي. وهتفضلي تقلبي كده كويس. طبعا انا معايا هنا شوربه لحمه بسخنها عشان افضيها عليها. انا هنا كده حطيت معايا الملح اهو عليها، وهفضل اقلب فيه كده في الرز بتاعي علشان يتفلفل خالص مع التوابل اللي انا حطيتها. بجد طريقه الرز دي بجد بتبقى تحفه. بجد بتخلي الاكل عامل زي الاكل كده بتاع بره، علشان خاطر ولادك ما يقعدوش بقى يقولوا لا احنا عايزين اكل من بره ومش اكل من بره. انا ممكن اجيب الحاجات دي واجهزها انا في البيت وكاني مشتريه الاكل من بره. والله هتعجبكم قوي الوصفه دي. بس يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم مني كل جديد. اصبري لما اوقف تصوير، اصبري. ايه؟ لا ولا هشوف حد. ايه ده؟ وتفضلي تقلبي فيه كده كتير كده لحد لما يتشوح كده معايا ويبقى الرز بتاعي مفلفل خالص كده. اهم حاجه ان انا اكون مشوحه الرز بتاعي كويس كده ومفلفلاه كده كويس علشان خاطر اخد النتيجه اللي انا عايزاها. هفضل اقلب فيه كده شويه. طبعا هو على ما الرز بتاعي ما يفلفل بياخد وقت معايا على النار، لان انا بعمل على النار الصغيره. خلاص انا كده قلبت كويس جدا اهو، بقى مفلفل خالص معايا. طبعا انت لو بعد ما حطيتي كميه الرز بتاعك لقيتيه كتير، ممكن تشيلي شويه وتزوديهم تاني يوم، بيبقى احلى بكتير. احسن من ان هو يبات. انا عن نفسي ما بحبش احط الرز وهو بايت للولاد. اهو هو كده خلاص جهز. طبعا لما تخليه كده، يعني انا شلت منه شويه علشان كده هيبقى كتير. هحط بقى شوربه اللحمه، وطبعا مش لازم ده كان عشان موجود عندي الشوربه كانت موجوده، يعني مش لازم في الرز دوت لازم يبقى فيه شوربه.
لا، ممكن تعمليه عادي بالميه المغليه، بس اهم حاجه عشان تاخدي نتيجه كويسه في الرز بتاعك لازم تكون الميه مغليه، ما تكونش الميه لسه، ما تكونش الميه دافيه او بارده يعني. اهو كده خلاص خدت كده البتاع بتاعنا، خلاص العقد بتاعنا. وعلى ما ينشف بقى الميه بتاعتنا كده هفضل اقلب فيها كده شويه على ما ينشف الميه بتاعتنا كده وارجع لكم تاني. ودلوقتي كده خلاص اهو الميه نشفت معايا خالص كده، خلاص الميه نشفت معايا وانا قلبته كويس كده من التوابل بتاعتي اهي. هوطي عليه بقى على اول درجه من النار وهسيبه لحد ما يستوي ويرجع لكم تاني. ودلوقتي يا حبايبي كده الرز معايا استوى خالص اهو، هغرفه كده معاكم وارجع لكم تاني. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. يا رب يكون طبقنا خفيف عليكم ويكون عجبكم. بجد طعم الرز ده روعة، بجد روعة روعة. الاطفال كلهم بيحبوه لان هو بجد بيحسسهم ان هو الاكل كله جاي من بره، وبالذات لو انتي عامله معاه اكل كده فراخ سريعه، فراخ مقليه، اي حاجه بانيه، اي حاجه، بجد طعمه روعه. يا ريت تجربوها، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه. ويا رب تكون وصفتي خفيفه على قلبكم يا رب، ويا رب يكون محتوى القناه عاجبكم، ويا رب اوصل بيكم لمستوى كويس كده باذن الله. يا رب القناه تكبر بيكم. فيا ريت ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد في القناه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وده كده يا حبايبي يكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا باذن الله. يا رب يكون شكل اكلنا عجبكم. بجد 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 الوصفه دي تحفه، وطعم الفراخ روعه. يا ريت بقى، يا ريت تعجبكم وصفتنا، ويا ريت ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله في القناه. بجد لما اعمل الحاجه في البيت احسن ما انا ما اشتريها من بره باسعار خياليه. بص الفراخ مستويه معايا خالص اهي ودايبه خالص، بجد طعمها روعة. يا ريت بقى تجربوا الوصفة، ويا ريت تعملوا الاكل كله لاولادكم في البيت احسن ما نشتري الحاجة من بره باسعار فظيعة. والله انا مش بتكلم على التكلفة، انا بتكلم على الجودة والنظافة، لان بجد بجد الفترة اللي احنا فيها دي، الفترة دي وحشة جدا. لازم الاكل يكون صحي وكويس من البيت وما يكونش فيه اكل من بره. فيا ريت بقى تجربوا الوصفه ديت، ويا ريت لو عجبتكم الوصفه يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه. وباذن الله هنعمل معاكم وصفه كنتاكي بكل تكاتها، كولسلو، الرز، الريزو، كل حاجتها باذن الله في وصفه تانية باذن الله. بس اهم حاجه ان انتوا تتابعوا القناه بتاعتنا باذن الله يا رب عشان تكبر بيكم. فيا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد من القناه. والسلام عليكم.